قبل البدء من فضلكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة إن كان باستطاعتكم ذلك. شكرا لكم. يجب أن لا نعيش في الأوهام، يجب أن نعرف الحقيقة، والحقيقة نقولها لكم وراني قلتها عدة مرات. جيشنا راه ضعيف وضعيف جدا لمجموعة كبيرة من الأسباب، أهمها قيادة طغيانية بكل ما تعنيه الكلمة. لا يستمعون، ولما يكونوا في النقاشات شنقريحة يبداهم بسب الدين وبالكفر وبكلام بذيء وهو عمره 80 سنة. فالجنرال المخير أو العقيد المخير ما يفتحش فمه. وكان اللي تجرأوا وناقشوه في نقاط هم أعلم منه بها دخلهم للحبس، وكان اللي رضيه. زائد أنها قيادة شاخت. وأنا أعجب مرات لذباب هذه العصابة، يبعثوهم ويقول لك أنت وراك كبير في السن إلى آخره وما زلت تهضر على الجزائر. أولا الكبير في السن من حقه يهضر على الجزائر، ثانيا راني أصغر من شنقريحة وتبون بحوالي 20 سنة. من هو الأولى اللي يهضر، اللي أصغر ولا اللي شاخ وانتهى أمره يعني؟ إذن قيادة شاخت عجزت، عقلها مسكر، تعيش في رفاهية فاحشة. والجيوش التي تعيش في رفاهية فاحشة قياداتها هذه لن تستطيع أن تدافع عن الأوطان. القاعدة الجيش تعيش في تفقير شديد. التفقير الشديد والغنى الفاحش كلاهما سيء للشعوب وللجيوش. حالة المتوسط في الجيوش هي الحالة الأكثر حكمة والأكثر رشدا والأكثر قوة على الدفاع على الوطن. أما التفقير وتجويع الجنود وأكل ماكلتهم وسرقتها من من المطاعم ومن النوادي داخل الجيش، هذا يخرج عسكريين ضعفاء جسديا، ناهيك على أن كل القيم الأخلاقية والأشياء الجميلة اللي كانت ما زالت في الثكنات بما فيها المصليات تم غلقها، وفتحوا كثير من الثكنات تتباع فيها المخدرات وتتباع فيها الخمور، صحيح مش علنا لكن طفين عليهم الضوء. هذا مضر بالجيوش. نعم الثورة نتاعنا والجيش التحرير نتاعنا، بصح انتم ماكوش سالي جيش التحرير. الجيش كجيش هو جيش جزائري، لكن انتم سالي الكولون. انتم راكم تنهبوا بلا حدود، تقمعوا بلا حدود، تقهروا بلا حدود. الشعب راه ضاع. الناس راهي داخل دخول المدرسي، ورسائل وصلتني من عند كثير من الناس والله قال لك والله ما عندنا الدخول المدرسي، ما عندناش. يروحوا اولادنا المدارس ولا ما يروحوش؟ بينما انتم تغرفوا بالمليارات، بالدينار وبملايين الدولارات وملايين اليوروات، وولادكم في الخارج والسيارات. الناس برك تشوف بعض السيارات، يعني غير من خلال سياراتكم وسكناتكم. لو كانت تقوم ثورة في الجزائر الناس تعرفكم السيارات والسكنات، حتى اللي ما يعرفكمش الوجوه يشوفوا السكنات والسيارات يعرفوكم، ويصرى لكم مثل نيبال. في اندونيسيا صرا ايضا قبل ايام فقط، قبل حوالي اسبوعين. هاوش صرا في اندونيسيا. حرق البرلمان وحرق عدد هائل من سكنات كبار المسؤولين، وحرق عدد هائل من الوزارات والإدارات ومراكز الشرطة ومراكز المخابرات.